يحمل يده أو ما تبقى منها بعد أن أصبحت أصابعها 4 فقط. لدى عودة عادل من عمله آخر اليوم كان على ميعاد مع محاولة للسرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض بعد أن اعترض سبيله للصان محترفان. جاي من الخدمة مع 8 الليل، تلقاو لي واحد جوج، واحد بالموطور كان مخبي، وواحد جا كيضحك وجبد الجنوي وضربني، بدا كيتعابز معايا باش يدي لي البيسي، طاح لي البيسي ما داش، ضربني هنا، قطع لي صبعي وضربني هنا، عطاني دار لي واحد الجرحه هنا كبيره وهنا عاهه مستديمه. الجرائم المتسمة بالعنف والخطف واستعمال السلاح الأبيض قارب عدد قضاياها 22 ألف السنة الماضية، وتم إيقاف أكثر من 90 ألف متهم. كتقرا في جرائد يومية، جريمة في مدينة في العنف، يوقف عليك، يوقفك، يبغي يدي لك اللي عندك، انت ما عندكش يضربك. انا وقع لي واحد السيده دكريسات حدايا ما شعرش تمشي، ولكن هادشي ما بغيناش يوقع وقف على واحد الشفار يبغى تجبد التليفون تشوف الساعه شحال، ما جيت ندور بانت لي هو كيجر وهي كتجر. في المقابل تؤكد مصالح الأمن على انخفاض عدد هذا النوع من الجرائم ب11% مقارنة بسنة 2012. الجريمة العنيفة اللي هي كتهم المواطن بصفة عامة لأنها كتمسه بشكل مباشر في السلامة الجسدية ديالو أو في الأموال ديالو، كان هناك انخفاض ب 11.12%، أي بمعدل 2767 قضية أقل عن سنة 2012، وكلها جرائم ديال الخطف، ديال السرقات في استعمال السلاح الأبيض أو استعمال الناقلات كالدراجات النارية أو السيارات. هناك أيضا ترويج إشاعات عن جرائم لم تحدث إطلاقا، مثلا كتعرض إحدى المقاهي المشهورة على مستوى الشريط الساحلي لهجوم بالسلاح الأبيض ومن طرف عصابة مدججة، إلا أن هذه الجريمة لم تقع إطلاقا. ما يتداول في الحقيقة هو ربما حملة مغرضة، الهدف منها باش المواطن يشعر أو تولد عنده واحد الإحساس من انعدام الأمن. كما أكدت مصالح الأمن أن تحرياتها ودورياتها المتواصلة قادت إلى إيقاف عدد أكبر من الأشخاص السنة الماضية مقارنة بالتي سبقتها، أي بزيادة 18% من عدد الموقوفين، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الجريمة الموسومة بالعنف بمدينة بحجم العاصمة الاقتصادية، مدينة لا زال مدارها الحضري يشهد 60 سرقة في اليوم.